بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. اليوم حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ طه عبد الرؤوف، وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن خدمة الرسول. هل يجوز بعد وفاة الرسول أن نخدمه؟ هذا ما سنتعرف عليه مع فضيلة الشيخ طه عبد الرؤوف. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فيه العفاف وفيه الجود وفيه الكرم. صلى عليك الله الله يا أعزب الألفاظ في لغتي وأجل الحروف في معانيها. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما نحت على الأيك الحمائم. وأما بعد، نعم يجوز أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمتي لرسول الله هو اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كما قال في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله القرآن الأول وسنتي. أنس بن مالك جهزته لرسول الله قبل ما يجي حضرة النبي المدينة النبوية المنورة، علمته القرآن والكتاب. شوف الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيب الأعراق. عرفت إن حضرة النبي جاي في ليلة العقبة الأولى، وفي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وفي ليلة العقبة اللي قبل بيعة العقبة الأولى اللي كان فيها 6 رجال وامرأة، اللي حضرة النبي التقى بهم في منى في الحج. قالوا: سنخبر قومنا ثم بعد ذلك نعطيك الرد يا رسول الله. هذه ليلة العقبة، بخلاف بيعة العقبة الأولى وبخلاف بيعة العقبة الثانية. فعلمت أنس أم سليم، وفي رواية اسمها الغميصاء وفي رواية اسمها الرميصاء، علمت بقدوم رسول الله. قالت: هجهز له أعظم هدية، هعلم أنس الكتابة والقراءة قبل ما حضرة النبي يجي، عشان أبوه يخدم حضرة النبي، لعله أن يكتب وحيا من الوحي الذي ينزل على رسول الله. شوف اللي عايز تخدم حضرة النبي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تقول أم أنس أم سليم: جاءت نساء الأنصار إلى رسول الله بالهدايا، وجئت بأنس بن مالك وقلت: يا رسول الله، هذا أنيس خادم لك يا رسول الله، ده هيخدمك يا حضرة النبي، ادعو له يا رسول الله. دعا له 4 دعوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه، وأطل عمره، وأكثر ماله وعياله. يقول أنس بن مالك: دفنت 40 ولد من أبنائي وأبناء أبنائي وأنا على قيد الحياة ببركة دعاء رسول الله. 40 واحد. يقول: عددت من أبنائي ما يقارب من 100. وفي رواية: مات في السنة 99 للهجرة، وفي رواية للسنة 94 للهجرة، سنة 92 أو سنة 94 هجرية. وحضرة النبي لما جاء كان أنس عمره 10 سنوات، يعني عدى 100. ويقول: كسر علي الخير. كانت بساتين المدينة تنتج في العام مرة، وبستاني ينتج في العام مرتين. النخل اللي عند أنس كان بيطلع في العام مرتين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. أي بركة. ومع كده يقول لحضرة النبي: يا رسول الله، أين أجدك يوم القيامة؟ أنا عايز أقابلك. قال له: عند الحوض. فإن لم أجدك؟ قال له: عند الميزان. فإن لم أجدك؟ قال: عند الصراط. قال: فإن لم أجدك؟ قال: سكيلتك أمك يا معاذ. أين أكون؟ أنا مع حضرة النبي معه توكيل عام يوم القيامة، هيلف على اللجان دي. شوف النهارده اللي بيبقوا في انتخابات يقول لك: أنا معي توكيل خاص، أنا معي توكيل عام. الوحيد يوم القيامة اللي حضرة النبي هيبقى معه توكيل عام، يلف على اللجان دي. حتى الأنبياء كلهم يقولوا: لسنا لها نازل. لما الناس تروح من شدة الوقفة في الحر ويأتون الرسول يقول: أنا لها، ويسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحمد لم يحمده بها في الدنيا. وبعد كده يسمع النداء من قبل الله عز وجل، رب العزة يقول: يا جبريل اسأل محمد. ماذا يقول؟ أمتي. يقول: ارفع رأسك وسل تعطى، إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. لقد قسمت القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي وأنا أقول رحمتي. يقول له: أجاب لك فين؟ يقول له: عند الحوض. يقول له: ليه يا أنس؟ يقول له: حتى أطلع
اطلب اجر الخدمه بتاعي ليك يا حضره النبي يوم القيامه، اكون معك في الجنه. انا عايز اجر الخدمه اخش في الجنه. اعلم ابني القران الكريم يبقى خدمت رسول الله. اعلم ابني سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني وانا احبه في الله، في التسعينات وانا في السعوديه في المدينه النبويه المنوره، حضرت له في مسجد قباء مرتين، وحضرته في مسجد الخيف في منى مره وانا في الحج، وكنت احب هذا الرجل في الله. طلب منه احد المشاهدين، يعني في روايه ما يطلبه المستمعون او ما يطلبه المشاهدون. فالمشايخ كانت بتلبي قالوا له ما تقول لنا على حادثه الحاجه اللي حصلت في القصيم بتاعه الطفل اليتيم اللي حفظ القران. فالشيخ سعيد يقول حادثه القصيم كان في طفل عنده 4 سنوات تقريبا، فمات ابوه، وكان يذهب الى المسجد مع ابيه ويجلس في حلقات القرآن. فلما مات أبيه كان يجلس مع عمه، يذهب مع عمه إلى المسجد ويجلس في حلقات القرآن الكريم، تحفيظ القرآن الكريم. وحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد كنا نشوفها في مسجد رسول الله، والمشايخ قاعدة والأطفال جالسة، حركة شكل دائري جميل كده، ويقرؤون القرآن وصوتهم عذب، والشيخ جالس كده وراكن ظهره للعمود، حاجة تشرح الصدر. ما شاء الله. فتعود الشاب على أن يذهب إلى المسجد ويحفظ القرآن الكريم. فلما ظل في رعاية عمه وأمه، في رعاية أمه وعمه، وبلغ السن السادسة، جاء ليدخل المدرسة. لما ذهب إلى المدرسة رجع باكيا آخر النهار، وهو جاي من المدرسة كده ومروح، عمه بيقول له بتبكي ليه؟ قال له مش أنت عايز أروح المدرسة، أنا عايز أقعد في مدرسة الحبيب محمد، أنا عايز أتعلم القرآن اللي جاب لي الحبيب محمد عشان أكون مع الحبيب محمد، أنا عايز أخدم حضرة النبي، أنا عايز أقرأ القرآن، عايز أعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرة النبي اللي بيقول كده. فاستجاب عمه له لطلبه، واستجابت أمه لطلبه، وتركوه في المسجد يصلي ويحفظ القرآن. أمه ماتت وهو في السنة الثامنة تقريبا كما روى الشيخ سعيد. وظل يحافظ على الصلاة في المسجد جماعة، والجلوس في حلقات القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، يحفظ القرآن الكريم. وفي السنة 11 تقريبا كما روى الشيخ، بعد 10 سنين تقريبا كان عمر الولد 11 سنة، مرض شهرا كاملا. عمه قام على خدمته ليل نهار، وعمه كان مرهق. في الساعة 10 تقريبا صباحا كما روى الشيخ يقول مات الولد. عمه كان مرهق، قال طيب انا هروح اخبط على الجيران، مش زي عندنا مثلا هيطلع ناعي على العربيه ويطلع وفلان مات وكده وتلتم الناس والناس تعرف. قال لا، انا انتظر حتى تحين صلاه الظهر واخبر الناس في المسجد وياتون، ونتعاون على غسلي وعلى تكفيني وعلى دفني، وندفنه ان شاء الله ونحتسبه عند الله عز وجل. عمه مرهق فنام فأخذته سنة من النوم. يقول الشيخ في الرواية عما روي عن عم الشاب، جاءته حورية في المنام تقول له أستحلفك بالله أن تعجل علينا بدفن هذا الشاب، فإننا على أحر من الجمر في انتظاره وأنت تحبسه عننا. لا إله إلا أنت الله. كده حيشه عننا، احنا مستنيينه في الجنة، حورية من حواري الجنة. يقول العم فنظرت وأنا في المنام فوجدت خلف الحورية على مد البصر حواري على جمالها وعلى شكلها في المنام. سبحان الله. يقول فقمت واسترجعت إن لله وإنا راجعون، فغلبني النوم، مرهق تعبان. فجاءتني مرة قالت أستحلفك بالله يا شيخ أن تعجل علينا بدفن هذا الشاب، فإننا على أحر من الجمر في انتظاره وأنت تحبسه عنا. يقول فقمت فاسترجعت فغلبني النوم فنمت. في المرة الثالثة جاءت قالت أستحلفك بالله أستحلفك بالله أستحلفك بالله أن تعجل علينا بدفن هذا الشاب، فإننا على أحر من الجمر في انتظاره وأنت تحبسه عنا. يقول فقام وترك على الجيران، فلما دخلوا الغرفة التي بها الشاب المسجل اللي فضت روحه إلى الله عز وجل، يسألوا الشيخ، يقول له يا شيخ أنت جبت الريحة الحلوة دي منين؟ قال لهم ما جبتش ريحة حلوة. قالوا له لا، احنا نعرف الطيب ونعرف العود، واحنا فقهاء في الطيب، وعندنا فقه في تذوق
الطيب والعود والعطور. انت في بيتك ريحة ما شممنا مثلها قط. يقول فلما دفنوه وجلسوا مع عمه حكى لهم الرؤيا فقالوا هذه رائحة الحورية التي جاءتك في المنام. ما شاء الله. هذا الشاب الذي أراد أن يحفظ القرآن الكريم خدمة لرسول الله. وبرضه تحضرني قصة طلبوها من الشيخ سعيد بن مسفر هو بنفسه برضه وحكاها وسمعتها. حادثة الزرقاء في الأردن. يقول كنا خرجنا مع أهل الدعوة في سبيل الله عز وجل، فكنا في صلاة الجمعة في الزرقاء في أحد المساجد الكبيرة في الزرقاء. وبعدما انتهينا من الصلاة وإذ بناس وقوف على باب المسجد، وقوف على باب المسجد الذي نحن فيه. قالوا أين الشيخ؟ قالوا هذا هو الشيخ. يقول فنادوا عليه ودخلوا إلى الشيخ. قالوا أسرع إلينا شيخ، عندنا مشكلة صعبة، تعال لنا دلوقتي. قال إيه المشكلة اللي عندكم؟ قالوا ابننا مات وجئنا ننزله في القبر فوجدنا ثعبان في القبر، نعمل إيه؟ يقول الشيخ فقال نذهب ونرى بأنفسنا. يقول فالشيخ سعيد بن مسلم ذهبنا مع الشيخ لنرى الموقف بأنفسنا. وذهب المشايخ. يقول فوجدنا ثعبان أسود اللون طول 3 أمتار تقريبا، في غلظ في تخن الماسورة البوصة ونص بتاعة المية. فالشيخ قال اتركوا هذا القبر نحفر قبرا آخر. ففحروا قبرا آخر وإذا بالثعبان ينتقل إلى القبر الثاني. فقال الشيخ وكان عنده فقه لو حفرنا ثالث وحفرنا رابع لانتقل الثعبان إليه. نرفع الثعبان من القبر، هاتوا حديد، اسياخ حديد، هاتوا مواسير ونشيل الثعبان. يقول فلما رفعنا الثعبان كان خفيف الوزن، كان خفيف الحمل، يعني طلع زي القشايه كده فوق الحديد، مش كان تقيل، ما وجعش، طلع. ورفعوه خارج القبر. يقول فانزلنا الشاب. يقول فبعدما انزلناه في القبر وانزله الحضور في القبر، يقول الشيخ سعيد بن مسفر التف الثعبان حركة مثيرة مريبة أشبه بتفحيط السيارة، زي السيارة اللي بتبقى تعمل أمريكان دي وتلف بيها على الطريق دي. السيارة اللي بيعملوها في الأفراح أمريكان ويلفوا بها حركة ارتفافية كده. التف حركة مثيرة مريبة أثار على أثرها الغبار، طلع غبار. حركة التعبان أثارت غبار، حركة صعبة. ده اللي كان خفيف الوزن بس الله عز وجل جند من جنود الله عز وجل. يقول فشرد كل من كان بحافة القبر في أرض، راح في مكان بعيد. يقول فلما هدئ الموقف رجعنا وإذا بالثعبان التف على الشاب من رأسه حتى أصبع قدم ووضع فمه على فمه. يقول الشيخ سعيد بن مسفر والله سمعنا حطام تحطيم عظام الشاب أشبه بأن يكون في يدك حزمة من الكرات. شوف لما تجيب حزمة الكرات كده وتروح لويها وجارتها كده بتعمل صوت، بتعمل صوت كده مخيف. سمعنا تحطيم عظام الشاب والثعبان يكسر في عظامه. يقول فلما رجعنا وجدنا أهله في العزاء جلسنا مع أبيه وأهله قلنا أخبرونا عن أمر هذا الشاب. قال كان كريما وكان برا بوالديه إلا أنه كان لا يصلي. مش حضرة النبي قال عن تارك الصلاة يأتيه الشجاع الأقرع في القبر؟ أنا أخدم حضرة النبي، أصلي، أحافظ على القرآن، أحافظ على الجماعة، أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحضرة النبي قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. النهارده احنا محرومين من ان احنا بنبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده عاد في مغريات وعاد في فتن وعاد في عجائب، حتى الصلاة بنخطفها خطف. بلغوا عني ولو آية. زي ما سيدنا أنس بن مالك خدم رسول الله، أنت تقدر تخدم حضرة النبي. تعلم ابنك القرآن، تعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العمل بتاعك تكون مخلص في العمل بتاعك. ولو في عندك سؤال تاني تحت أمرك. وطبعا مفيش أسئلة تاني. احنا طبعا كنا بنتكلم عن خدمة رسول الله، وطبعا احنا اتكلمنا على الصحابة. فطبعا احنا عايزين حتى يعني نتكلم بالمشمل كده، احنا كفي العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه نقدم ايه لخدمة الرسول؟ في العصر الحديث
أقدم لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أن أكون داعيا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يكون عندي أدب، ويكون عندي حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني حتى شوف وزارة التربية والتعليم، أول حاجة التربية، الأدب، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التعمق فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعمق. حكون أنا عندي وازع إيماني من جواي إن أنا أبلغ عن حضرة النبي. نعم. إذا قعدت في قعدة ولقيت فيها ميل عن الحق أقول لا. حضرة النبي لما جاله أحد الصحابة وقال له أنا كتبت للولد ده بستان، قال أفعلت ذلك لأبنائك كله؟ قال له لا. قال لا أشهد عليه غيري فأنا لا أشهد على جور. نعم. أو في رواية لا أشهد على ظلم. أنا أكون قعدت في قعد أقول لا، حضرة النبي ما قالش كده. حضرة النبي أمر بالحق، أمر بالعدل، أمر بالإحسان. هو دي الدعوة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا أوصل عن حضرة النبي. وفي العصر الحديث أو شوف النهاردة النت، أنا لو كتبت آية قرآنية وشرحتها في العصر الحديث على الفيس أنا ببلغ عن حضرة النبي. نعم. لو كتبت حديث عن حضرة النبي أنا ببلغ عن حضرة النبي. الشباب النهارده متشوق إن أنت تقول له اتحببوا في حضرة النبي. الشباب النهارده متشوق إن أنت تحبب. أمال ليه حضرة النبي قال علموا أبنائكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها ليه؟ لعشر. قال لك في 3 سنين فترة تحبيب لحضرة النبي. صلى الله عليه وسلم. إن أنت تحببه في الصلاة، حبيبه، قول لحضرة النبي كان بيعمل كذا. مش تيجي وهو عند السن ال7 سنين وتضربه وتقول له صلي، لا. حببه الاول 3 سنين في الصلاه. نعم. بعد ال3 سنين في العاشره اضربه، قول له لا كده انت مش نافع معاك ال3 سنين. نعم. كده هتتعلق في رقبتي يوم القيامه. انا حببه حضره النبي. والبنت برضه حببها في السيده خديجه، وحببها في السيده فاطمه. قبل ما اقول لها صلي اقول لها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتصلي، السيده فاطمه بنت رسول الله كانت تصلي، ام الحسن وام الحسن. احببهم الاول في الصلاه. نعم. وبعد كده عندي 3 سنين فتره تحبيب للصلاه. أعلمهم السنة. واعلمهم السنه واعلمهم اللي جاء بحضره واللي امر به حضره النبي. نعم. هي الصلاه بقى هتهذب اخلاقه في جميع المعاملات. نعم. هتهذب اخلاقه في جميع المعاملات. الصلاة وتعليم القرآن بالظبط. وتعليم السنة وتعليم الأحاديث. بالظبط بالظبط. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، ونشكر فضيلة الشيخ. وطبعا كان بنتكلم عن الحلقة دي ازاي اخدم رسول الله، ان انا ابعد عن كل ما امرنا به رسول الله ان نبتعد عنه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وطبعا الصلاة، حب الجيران، وحق الجيران برضو علينا. النهارده طبعا بنلاقي شحناء، بس طبعا دي لنا مواضيع تانية. وطبعا في نهاية اللقاء بنشكر فضيلة الشيخ طه عبد الرؤوف، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.